أهلا وسهلا فيكم مطبخ أم همام على اليوتيوب. اليوم إن شاء الله بناء على طلبكم وطلب صديقة عزيزة عندي على اليوتيوب، طلبت فطيرة الجبنة. فأنا هون بحتاج نص كوب حليب دافي، بدي أحط عليه معلقة سكر صغيرة، معلقة سكر، وبدي أحط عليه معلقة خميرة بالمكيال، معلقة خميرة كبيرة، وأحركهم. الحليب ما يكون سخن لأنه بتفرط الخميرة. هي أتركهم عبين ما أحضر الطحين. هلا بحتاج كوبين ونص طحين برضو بالكوب المعياري. هلا بحتاج لنص كوب لبن كمان، وربع كوب زيت. هي ربع كوب زيت. بحب أنا المقادير يعني لما أقول ربع ربع، حتى الهاد بنزله. ونص كوب لبن، وبحتاج رشة ملح. هلا إن شاء الله بحطهم. بسم الله. يعجنوا شوي ينخلطوا مع بعض. هي رشة الملح. بس هيك بحب ألملمهم. طبعا اللي بيقولوا لي ام همام احنا ما عندنا عجانة، عايدكم بتحطوا هالطحين وبتحطوا هيك زي حفرة بالنص، بتحطوا اللبن وبتحطوا الزيت وبتعجنوا بالايد. هلا بدي احط الخميرة والسكر والمي والحليب. ممكن نحتاج شوية مي حليب، ممكن لا. بدي افرجيكم العجينة. شوفوا يعني مبينة قديش طرية. هلا بدي اتركها تلم وتعجن، ما احتاجت ولا شغلة يعني اضيف لها. مش طبيعية شو طرية وهشة، مبينة من اولها. اللبن على فكرة مش طبيعي. بدي احط كمان عشان يساعد على هيك بعطيها لون كويس معلقة خل صغيرة، معلقة بس. بدي افرجيكم انه لمت، هيها صارت كتله واحده. بس بدي اتركها تعجن 7 دقائق وبرجع لكم. هون عجنتها انا 7 دقائق. بس بدي افرجيكم شوف العجينة. يعني العجينة مش جامدة كتير. اذا حسيتوا بدها شوية طحين حطوا، معلش ما تخافوا. هلا بس بدي افرجيكم هاي الخطوة، معلش سامحوني. طاولة نظيفة. شوفوا مثلا احنا عجننا بالايد وما طلعت هيك ناعمة وحلوة. شو بنعمل؟ نجيب العجينة بسم الله، مرة 2 3 لل40 مرة، 4 5 6 7 8، بتعدوا ل40 مرة
بتصير زي الحرير واحسن كمان. هيها هون ممكن ادهن ايدي بشوية زيت، ممكن يعني احط على وجهها واغطيها ترتاح. بدها تقريبا نص ساعة 35. بس انا بدي احمي الفرن واحطها فيه، اطفيه طبعا، احميه وبطفيه وبغطيها بورق النايلون وبس لما تخمر من 30 ل 40 دقيقة ان شاء الله بفرجيكم اياها. بس خلال هاي الفترة بدي احكي لكم عن الحشوة. الحشوة بحتاج جبنة بيضة، الجبنة البيضة النابلسية. انا عندي جبنة بيضة هاي عصرتها من المي، صفيتها كويس وبلشتها، وحطيت جبنة موزاريلا، حطيت حبة البركة، وبدي احط بقدونس واخلطهم كلهم مع بعض. هاي العجينة هون ارتاحت، خمرت نص ساعة 30 دقيقة. هاي قسمت العجينة هلا قسمين متساويين. يعني ايش بدي اقول لكم، تعرفوا الزبدة وحياة الله زي الزبدة العجينة. طبعا انا ما بدي لا تكون خميلة كتير ولا تكون رفيعة كتير. هاي الصينية هلا حكيت لكم، بس بدي احط هيك شوية زيت زيتون، يعني حطيت معلقة، بحب على الجبنة البيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ممكن نستعمل ايدنا نظيفة، ما في زي بركة الايد. طبعا الحشوة قد ما بتحبوا كتير، بتحبوا وسط. انا بحب الحشوة تكون كتيرة لانه ما بدنا ناكل خبز، بدنا ناكل فطيرة جبنة. انتي بتحطي اجبان زي ما بدك، الجبنة اللي بدك اياها حطيها. هي انا هون احتاجت كل الكمية. هلا برجع بفرد كمان مرة، برش شوية طحين، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنطبقها على بعض. أذكى فطيرة جبنة هيك، صحكم تجربوها. هيك عشان أتأكد إنها طبقت على بعضها. هلا باجي حليب وزيت زيتون، حليب وزيت زيتون بدهنها. هلا اهم من هذا كله، مع انها ارتاحت وفردتها شفتوا بأريحية، لازم اتركها كمان لما ترتاح اكتر، بدها 10 دقائق ربع ساعة. يعني رجاء هاي الخطوات اتبعوها، والفرن حامي رجاء. هي هون بدي احط بسم الله سمسم، هلا برش كمان حبة البركة او السودا، الحبة السودا. تعطي منظر. هلا بدي اتركها ربع ساعة ترتاح وان شاء الله. بصراحة دهنت، مع انه صينية تيفال ما بتلزق، بس عشان العجينة هيك طرية
دهنتها ربع معلقة زيت يا دوب، مش أكتر. إن شاء الله بعد الخبيز بدي أخبزها على حرارة 180، تاخد بجوز ربع ساعة مش أكتر يعني. وبرجع لكم إن شاء الله. هاي الفطيرة جهزت، فطيرة الجبنة طلعت من الفرن. بدي أفرجيكم قديش هشة طرية بتشهي بصراحة. ما شاء الله. بس بدي أفرجيكم هيك من النص. هاي فطيرة الجبنة. بتمنى نال إعجابكم، وإذا عجبتكم الفطيرة لايك وشير والضغط على زر الاشتراك اللي بشوفني أول مرة. بشكر جميع متابعين مطبخ أم همام على اليوتيوب، عن جد كلكم ذوق. شكرا لكم ولمتابعتكم.